أزول أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في ذا دوم، البرنامج اللي غنحاولوا نفهموا دي كونسيبت سيونتيفيك و اي فيلوزوفيك بلا ما يتفرقع دماغ حتى شي واحد. انا غنكون الهوست ديالكم، الا قبلتوا عليا سميتي حسام اي دايس. الكونسيبت ديال اليوم هو اشكاليه الاستقراء ديال الفيلسوف ديفيد هيوم. الوغ ما تخاف، ما دهش، انا عارف بلي المصطلحات ديال الفلسفه كيديروا الشقيقه، ولكن غير ثق فيا لان هذا الكونسيبت مهم بزاف وكيعبر على واحد الفكره اللي ممكن تلقاها في الفلسفه، في الفيزيك، في الذكاء الاصطناعي، في الاقتصاد، في حياتك وحياه القروضه. شتي كيفاش تكيست عليك وما جمعتكش مع القروضه. نعرفوا بعدا الفيلسوف ديالنا. ديفيد هيوم هو فيلسوف اسكتلندي عاش في القرن 18. ابارامون ديك الوقت كانت الموضه هي دير على راسك خرقه ديال الحمام. اللي ما تاقش يقلب على تصوير هيوم ويكذب. هيوم فيلسوف اللي قدم بزاف ديال الاعمال في بزاف ديال الشعب الفلسفيه، ولكن اللي كيهمنا دابا، وبصراحه غير عكس نهضر على اعماله كاملين، ولكن اللي كيهمنا دابا هو الافكار ديالو في الابيستيمولوجي. هذه واحد الشعبه ديال الفلسفه اللي كتعرف شنو هي المعرفه وكيفاش الانسان كيكون المعرفه ديالو على العالم اللي داير به. هيوم بالنسبه ليه الانسان كيكون المعرفه ديالو على العالم بانه كيعتمد على الحواس ديالو ولا بالتجربه العلميه. كتشوف العافيه فاش كتكون صغير، كتمد لها يدك، كتحركك، كتبكي، كتفهم باللي العافيه كتوعد الانسان الى قاسى، كتخرج باستنتاج اللي هو ما تقيسش العافيه. يقدر يبان لك هادشي بسيط، ولكن هاد التفكير الطفولي هو لا باز ديال الطريقه العلميه كامله. الوغ هيوم كنا غادي نحمد الله لو حبس هنا، ولكن كاي فيلسوف كيحترم راسو ديال القرن 18 وكيلبس خرقه الحمام فوق راسو، كان خاصو يزيدنا اشكاليه الاستقراء اللي هي وحده من اروع الافكار الفلسفيه، وفي نفس الوقت واحد الفكره اللي كتخلع. دابا علاش فاش تليفونك كيفلت ليك من يدك كتكون متاكد من انه غادي يطيح للارض؟ غادي تقول لي حيت كاين التاثير ديال الجاذبيه، وغنتفق معك حيت باقي ما عمانيش الشيطان واقتنعت بلي الارض مسطحه بحال السكان الاصليون تاع فيسبوك. ولكن شنو اللي خلاك متيقن بلي الجاذبيه كما عرفتيها اليوم هي نفسها اللي غتكون غدا؟ غادي تقول لي بلي درتي التجربه مرارا وتكرارا وديما كتخرج لك نفس النتيجه، ما عمرك طلقتي تليفونك من يدك وطلع للسما بلاص ما يمشي للارض. ومره اخرى غادي نتفق معك، ولكن شنو خلاك مقتنع بلي نفس التجربه اللي درتي البارح واليوم ما غاديش يكون عندها نتيجه مختلفه غدا؟ شنو ضمنك بلي القوانين الفيزيائيه ديال الكون غادي يبقاو ديما كما كانوا؟ شنو ضمنك بلي المستقبل غيشبه الماضي؟ هذه هي اشكاليه الاستقراء اللي وصل لها هيوم، واللي كتوصلنا لانه ميمكن ليناش نعرفوا 100% واش القوانين اللي كتحكم الكون اليوم واللي حكماته في الماضي ما غاديش تبدل غدا. حياتنا كامله خدامه هكا. شوف غير البورصه مثلا، ديما التقلبات اللي فيها عندهم علاقه بشنو طرا قبل، حيت معرفتنا ببساطه بنيناها على الحواس ديالنا وعلى التجربه العلميه، واللي بجوجهم خدامين بمبدا ان المستقبل غيكون كيشبه الماضي. اوكي حبس. كنحس بشي ناس غتجيهم ازمه وجوديه وما بغيتش نكون مسؤول على هادشي، وانا اصلا متيقن باللي سيدنا هيوم اكيد عنده الحل لهاد المشكل. فوالا، هيوم ما بروبوزا حتى شي حل. وي كنوي من نيتي ما بروبوزا حتى شي حل، جا خربقنا ومشى. خسر علينا حاجه وحده، هي انه واخا هاد الاشكال كاين، الانسان ما غاديش يقدر يبدل هاد المساله لان دماغه البشري مبرمج على انه يخدم بهاد الطريقه. هيوم اللي قال. المهم بعدا دابا تاكدنا باللي هيوم هو المؤسس تاع اف سي ريج بيت، نخليو الاشكاليه الفلسفيه ديالو ونحاول نشوفوا هذا الموضوع من جهه اخرى. هيوم فسر لنا كيفاش الدماغ البشري كيكون المعرفه ديالو، وباش يديرها خاصو يعتمد على الحواس ديالو والتجربه العلميه اللي بجوجهم كيعتمدوا على شنو طرا في الماضي. الحاجه الواعره هو انه ماشي غير الانسان اللي كيدير هادشي، بل حتى الحيوانات كيديروا نفس الحاجه. الا شفنا القرود مثلا، فراه بزاف ديال التصرفات ديالهم كيجيبوهم ماشي غير من الحواس ديالهم والتجارب، بل حتى من التصرفات ديال والديهم تماما بحالنا. هادشي كيدل على ان هاد القابليه اللي عندنا واللي كنتشاركوها مع بزاف ديال الحيوانات الاخرى كانت غالبا شي ميكانيزم اللي عاون في الاستمرار ديال النوع البشري. حيت راه التفكير اللي كنديرو به البحث العلمي الاساس ديالو هو الدماغ البشري القديم، اللي الا سمع شي حاجه كتحرك في الغار كيشك باللي راه شي سبع قاصدو. نرجعوا للوقت المعاصر. الانسان واحد الوقت مورا ما اخترع لي فاكسان الانترنت والسكه الاقتصادي ديال الضحى،
قرر يخلق كائن اللي يقدر يكون ند ليه في التفكير، واللي هو الذكاء الاصطناعي. سو كي انتريسون هو ان الانسان صيب دماغ الاي اي بين قوسين بنفس الطريقه اللي خدام بها دماغ الانسان في الكوتي ديال التعلم اي دونك تكوين المعرفه. حيت الاي اي باش يقدر ينقلك ويصايب لك التالي اللي خليتيه حتى لاخر دقيقه، خاصو يكون تعلم من بزاف ديال التمارين قبل باش يفهم. الواعر في القصه هي ان الاي اي المعاصر كيخدم بسيستم مولتي مودال، بمعنى انه كيقدر يقرا شنو كتكتب ليه، يشوف التصاور اللي كتصيفط ليه، يسمع لي زوديو اللي كتعطيه، ويتعامل مع دي كونتيتي بحال الحراره الرطوبه الى اخره. قدرنا نصايبو كائن عنده ميموار وحواس اللي خلاوه قادر يتعلم، ربما ماشي بنفس لاكاليتي ديالنا ولكن المجهود يحترم. واحد الحاجه مهمه خاصنا نعرفوها على هيوم هي انه كان واحد المفكر اللي عنده بزاف ديال الافكار المشابهه لاشكاليه الاستقراء اللي هضرنا عليها اليوم. حيتاش هو كفيلسوف كان ما كيعطيش القداسه لشي سيستم ديال الغيزونمون كما كان، لدرجه ان حتى العلم ما سلمش منه، اللي هو احسن طريقه عندنا باش نقدروا نفهموا اللوحه التشكيليه اللي الكون رسمها قدامنا. لوحه اللي جامع بين واحد الشعر غريب وواحد السيمفونيه ديال العلوم الطبيعيه والانسانيه. هيوم خلى واحد الفكره اللي الهدف ديالها ماشي هي تحصل الفلاسفه والعلماء في النظر ديالي، ولكن انها تعلمنا كانسانيه باللي التواضع المعرفي وتحدي الافكار المنتشره واجب على كل انسان تجاه راسه اولا وتجاه الكوكب ثانيا. الاحساس ديال انه المعرفه ديالك على اي حاجه في الحياه هي معرفه ما كاملاش، هي احساس كيخلع، كيديرونجي، احساس كيخنق. حيت شنو هو الانسان بلا الافكار ديالو؟ ولكن واخا ما نقدروش نعرفوا كلشي، نقدروا نقولوا كاع باللي ممكن لينا نعرفوا حتى شي حاجه الا خدينا الفكره ديال هيوم بواحد الطريقه اللي غاديكال. غير هو البشريه الا توحدات على الفكره ديال اننا نقربوا للحقيقه باننا نسمعوا لكل منظور وراي، فرا نقدروا نكونوا مجتمع اللي ما كتجمعوش الحقيقه المطلقه ولكن كيجمعوا محسن واللي هو التعايش. هادشي اللي كاين هاد الساعه. ماتش لوف دايس اوت.